السلام عليكم متابعينا الأعزاء، أوفياء صفحة زوم نيوز، أوفياء المنتخب الوطني الجزائري. فيديو جديد كالعادة حول أخبار المنتخب الوطني الجزائري. بداية والخبر الأول وهو وصول بعثة المنتخب الوطني الجزائري إلى المملكة العربية السعودية من أجل الدخول في تربص مغلق تحضيرا لنهائيات كأس أفريقيا. المنتخب الوطني الجزائري سوف يلعب مباراتين وديتين، الأولى يوم 13 نوفمبر أمام منتخب زيمبابوي، والمباراة الثانية يوم 18 أمام المنتخب السعودي. مباريتين تحضيريتين استعدادا لكأس أفريقيا، وكذلك من أجل تجريب بعض العناصر الجديدة. أتمنى إن شاء الله تكون مباراة ممتازة للمنتخب الجزائري من إشراك لاعبين جدد. بالنسبة للمباريات، المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر على الساعة 5:30. المباراة سوف تكون منقولة على القناة الأولى والقناة الشبابية السادسة. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمباراة الثانية أمام المنتخب السعودي. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني وهو الخبر يعني الخبر المحزن، وهو تعرض اللاعب يوسف بلايلي إلى إصابة خطيرة. يوسف بلايلي لم يستدعى للمنتخب الوطني أو في القائمة الأخيرة. أثر قسم الشارع الجزائري بين مؤيد وموافق على استبعاد يوسف بلايلي. للأسف اللاعب سوف يغيب عن التربص، وسوف يغيب عن كأس إفريقيا، وربما ربما ربما سوف يغيب أيضا عن كأس العالم، لأن بالنسبة ليوسف بلايلي انتهى موسم يوسف بلايلي رسميا. اللاعب تعرض إلى إصابة تمزق على مستوى الرباط الصليبي والغضروف. نوعية هذه الإصابة أخطر ربما من قطع في الرباط الصليبي. نتمنى إن شاء الله ليوسف بلايلي أنه يرجع إن شاء الله بقوة. نعرف إمكانية يوسف بلايلي. نتمنى إن شاء الله أن أقل شيء أنه يلحق ويكون جاهز إلى كأس العالم. وهذا رياضي والاحتراف، ويوسف بلايلي أكيد معنا شخص مؤمن، وهذا قضاء وقدر. الخبر الثاني وهو إصابة فارس شايبي. أيضا غياب فارس شايبي يضيع تربص نوفمبر، وكذلك إصابة اللاعب رامي بن سبعيني غاب عن المباراة الأخيرة نادي بوروسيا دورتموند أمام نادي هامبورغ. اليوم تأكد غياب رامي بن سبعيني بسبب شعوره بآلام أسفل الظهر. نتمنى إن شاء الله أن نعرفوا أن رامي بن سبعيني لاعب من كوادر المنتخب الوطني الجزائري، خاصة في وسط الدفاع. الخبر الآخر وهو حول إبراهيم مازا سجل ثنائية في المباراة الأخيرة، توج برجل مباراة. وبعد المباراة لما سأل صحفي ألماني حول لاعبي المنتخب الجزائري، أجاب اللاعب بكل عفوية وبراءة. قال بأنه اختار الجزائر كمشروع رياضي، وأنه رأى أنه من الصعوبة أو من المستحيل اللاعب مع المنتخب الألماني في وجود فلوريان فيرتس وفي وجود كيميتش. قال أنه من المستحيل اللاعب مع المنتخب. هناك من أول هذه التصريحات أن الجزائر كخيار ثاني. أنا أعتقد أن اللاعب كان صريح جدا، واللاعب كان صادق، لم يكن منافق أو مخادع. قال بصريح العبارة، قال فضلت اللاعب الجزائر، صعوبة اللعب المنتخب الألماني، وقال أنا فخور جدا بأصولي وباللاعب بالمنتخب الجزائري. أعتقد أن مازا كان صريح جدا في هذا التصريح. وفي الأخير نطلب منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. بإذن الله رح يصلكم كل جديد أخبار المنتخب الوطني واللاعبين المحترفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.